كشفت مصادر مقربة من عائلة المتهم بارتكاب جريمة قتل في حق البرلماني عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص، حيث أكدت المعلومات السابقة التي تحدثت عن وجود علاقة بين الضحية وأخت المتهم. وأضافت ذات المصادر أن الضحية كانت تربطه بالفعل علاقة غير شرعية بأخت المتهم دامت لحوالي 12 سنة، حيث تسربت قبل عدة أيام صورة للفتاة عارية على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد التقطها لها. هذا ولا زالت عائلة المتهم تنفي أي علاقة لابنها بالجريمة التي ارتكبت مساء الثلاثاء. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر لايك وترك تعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة لزاوي تي في وفعل زر الجرس.